اوقات بتحصل مواقف لناس بتبين قد ايه الغباء عندهم ملوش حدود. علشان كده النهاردة هنشوف مع بعض اغبى المواقف الغريبة والكوميدية اللي حصلت قدام الكاميرات. انا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صل على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. ده بقى صاحبك اللي كل ما تعزمه يقولك انا ماليش نفس. يا راجل حرام عليك، ده انت فاضل شوية وتاكل الطبق اللي قدامك. ربنا يسترها بقى على اللي هيحصل دلوقتي. عارف لما تيجي تعمل حاجة وتحس انها متلككة على حركة واحدة؟ اهي الماسورة دي بالظبط كده. ده كان اول اختبار تشغيل للآلة دي، ولسوء حظ العامل ده هو اللي كان واقف عليها. ده بعد اللي حصل ده اعمل حسابك انت مرفوض رسمي. الاتنين دول قرروا يستعبطوا ويقعدوا في نص الطريق، لكن صاحب التروسيكل كان له رأي تاني. تصدق بالله انت عندك حق، لما تجيب صاحبك علشان يساعدك ساعتها بتكون دي النتيجة. اخينا ده قرر يستعرض قوته قدام اصحابه، مع انه من البداية مش باين عليه. الحمد لله ان كلامي طلع مظبوط. الطيبة اللي لسه مكملة معايا لحد اللحظة دي، صدقني مش هتخسر حاجة لو عملت لايك للفيديو واشتركت في القناة وصليت على الحبيب. ربنا ما يرزقك باتنين عمال زي دول. انتوا بعد اللي عملتوه ده انا متأكد انكم مرفوضين رسمي. الشخص ده دلوقتي هيورينا حاجة احلى بكتير من قفزة الثقة. استعدوا للعرض الجامد ده. وهنا لما تكون اول مرة ليك تشتغل على آلة جديدة، ساعتها بتكون دي النتيجة. ابو تيشيرت احمر ده مستقوي نفسه على اي حد حواليه، بس خلي بالك الدنيا دوارة يا نجم. العامل ده واضح ان عنده اصرار غير طبيعي انه يخلص شغله باي طريقة، بس بصراحة اللي عمله دلوقتي هيخليه يندم طول عمره. ده اكيد بعد اللي حصل ده مش هيفكر يشغل دماغه تاني. وده لما يكون اول يوم ليك في الشغل وحافظ مش فاهم، ساعتها هتكون دي النتيجة. يا جدع بتعمل ايه؟ التركيز الزيادة اوقات كتير نهايته بتكون غير متوقعة تماما. شوفوا اللي حصل هنا. تخيل يكون معاك عامل زي ده، يخرب بيتك كنت هتطير دماغه. والمشكلة ان الاخ التاني ولا هو هنا. هو ده المثال الحي اللي بيقولك الصديق وقت الضيق. ده بقى صاحبك اللي اول مرة يجرب شرب الصودا، واكيد ردة فعله هتبقى زي كده. المشكلة مش بس كده، ده بعد اللي عمله رجع يشرب تاني. يا جدع يخرب بيت دماغك. هنا ده قرر يجيب مركب صغير ويجربه بنفسه، ومن التجربة الاولى يا راجل يا ريتك ما فكرت تجرب حاجة. هنا بقى لما تكون مظبط حساباتك على الاخر وتطلع كلها غلط. الله ينور عليك، ويا ريتك ما تفكرش. الست الجميلة دي بتحاول تأكل الجدي، بس شكله كده مش عارف ياكل، لحد ما جاء اخينا ده وتحس انه بيقول له اتعلم يا جدع، بلاش غباوة بقى، مش كفاية اللي احنا فيه. المعلم ده من كتر الضرب خلاص ما بقاش شايف قدامه. الشخص ده المفروض بيعلمهم ازاي يعملوا قفزة محترمة زي دي. الشاب ده من دولة اليمن الحبيبة، دخل تحدي مع اصحابه وشكله كده ناوي يكسب التحدي. يا ترى هينجح ولا هيفاجئنا بحاجة؟ المذيع ده كان في عز اندماجه وهو بيقدم التقرير بتاعه،
وفجأة الشخص ده ظهر قدامه. صدقني هتدفع التمن غالي لو جبت عامل غبي زي اللي راكب الكلارك ده. بجد ربنا يكون في عون صاحب الطوب، ده اكيد اتخرب بيته حرفيا. وهنا بقى لما تجيب سباك على الله حكايته. بصراحة الله ينور عليك، ده لو سابوه 10 دقايق كمان البيت كله هيبقى حمام سباحة. الشخص ده بحركة واحدة بجد تستاهل علشان ما تعملش كده تاني، بسبب كمية الحاجات الكبيرة اللي الشخص ده قرر يحطها في شنطة العربية هتخليه يندم دلوقتي. ده آخرة الثقة الزيادة. يخرب بيتك، بس تصدق بالله الصورة كده فعلا هتطلع أحلى. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وتشوف بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.